في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية لتحقيق التماسك الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية. وعملنا كذلك على تكريس الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل وازن وشريك مسؤول وموثوق على الصعيدين الجهوي والدولي. ملك أصفار، دارسة في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالدار البيضاء، سن 17 سنة. حصلت على معدل 16.65. جد سعيدة باستقبالي من طرف نيابة أونفا في مركب الثقافي أونفا. جد سعيدة بأنني من المتواجدين في هذا الحفل. وشنو الشعور ديالك وانت كتوجدي في هذا الحفل هذا؟ شعور العز والافتخار. الشعور ديالي ما كيتوصفش، وانا كنتوج وانا من المتوجين. الشعور ديالي ما كتوصفش وانا من المتواجدين في هذا الحفل مع الحاصلين على المعدلات الاولى في مادة اش من شعبة آداب. عليكم، سميتي سمية الساهل، في العمر ديالي 15 سنة، كنقرا في الثالثة إعدادي في مقاطعة أنفا الثانوي إعدادية ابن بطوطة. حصلت على المعدل 16.56، وفرحانة بزاف في هذا المعدل، وفرحانة أيضا عليا الشرف أنني غادي نكون أول فوج في شعبة دراسة ورياضة اللي غادي يطلع الثانوية. ايضا كنشجع التلاميذ والتلميذات على هذه الشعبه، خصوصا التلاميذ اللي عندهم شغف في الرياضه، حيت غتعاونهم بزاف، كذلك عندها بزاف ديال الافاق. وايضا المؤطرين كيساهموا بزاف، خصوصا في مساعده التلاميذ اللي ماشي مزيانين في قرايتهم، كيعاونهم باش يواكبوا الدراسه. وايضا كنعطي كامل الشكر للمدربين ديالي، خاصه السي البرنوسي والاساتذه اللي خلاوني نوصل لهذا المركز اللي فيه دابا وانا في الكلوب ديال الراش. السلام عليكم، معكم التلميذ زكريا إيت كروم، الحاصل على نقطة 19.34 في الامتحانات الوطنية المديرية الإقليمية أنفا للثانوي شوقي. أنا فرحان بحصولي على هذه النقطة، وخاصة بعد يعني استقبالي من طرف المديرية الإقليمية أنفا في المركب الثقافي أنفا، وداروا لنا حفل التتويج بهذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين البرنوسي، رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة الطاولة. اليوم حنا جد مسرورين بجوج الحاجات اللي جاوا في مره واحده، الا هي الشراكه الاولى في هذه الرياضه ودراسه اللي دارتها نادي الرجاء الرياضي مع مديريه اونفا مشكوره، ومع اكاديميه الدار البيضاء سطات اللي هي كنشكرهم بزاف على العمل اللي كيقوموا بهم. اليوم حنا جد مسرورين لان اول شعبه كتخرج من رياضه كره الطاوله في المغرب، والحمد لله كانت عندنا بطله اللي كانت غتمثل المغرب في البطوله ديال الدراسيه. اليوم حنا عندنا عاوتاني حدث ثاني، هو اول طفله ولا تلميذه اللي تخرجت اليوم بواحد النقطه عاليه جدا. كنشكروا جميع الاساتذه، كنشكروا المدير ديال ابن بطوطه، كنشكروا المديره اللي كتقوم بواحد العالم جبار جبار جبار، وكنشكروا السيد المدير ديال الاكاديميه. والحمد لله حنا اليد في اليد، وعندنا اليوم 70 ديال الاطفال تقريبا ديال تلاميذ ابن بطوطه. العام الجاي يمكن يكون اكثر، والحمد لله ما يكون غير الخير. اللي يقلب على الخير غادي يلقى الخير لوليدات المغرب، وعاش الملك.